السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ مقطع اليوم جيتكم في انطباع الحلقة بوكو نو هيرو. الصراحة يعني الحلقة كانت مرة رهيبة وفيها أشياء كثيرة حصلت وأحداث كثيرة انكشفت. فنقول بسم الله ونبدأ في تحليل الحلقة. طبعا بداية الحلقة شفنا ميدوري قاعد يتدرب على الون فورو مع جرين تورن، قاعد يتدرب معاه على الون فورو، وبعدها قالوا نبدأ ب3 دقائق ويبدأ التمرين والحركات الجميلة هذه. بعدها شفنا ميدوريا في نص التمرين قاعد يستخدم حركة جديدة لون فورو. طبعا دي حركة ما شفنا أول ما تستخدمها، فميدوريا بدي يسوي حركات جديدة لون فورو عشان يصير ألين، لأنه في الحلقة اللي فاتت جرين تورن قال له أنت متيبس. فبعدها شفنا جرين تورن اعترف وقال أوه والله ميدوريا قوي، سوف يصبح وحش من عارف ايش. بعدها جابونا كذا لفة على الأبطال. طبعا ما أشوف إن ذا الشيء مهم وما بتكلم عنه، بس في شيء واحد صراحة ودي أتكلم عنه. يا أخي كاتشن، لا يا أخي ما بايصير كذا. شباب انت شايفين شكله طالع قدامكم الحين. أوه شيت، أصدق قاعد زودتها. يرحم أمك كاتشن، لا تصير زي كذا. بعدين شباب دقيقة، الحين هذا بالله بطل ولا يسرح شعر ولا ايش بالضبط؟ ايش هرجته يا اخي؟ هذا بطل ولا يسوقها؟ يا اخي انا جاي عندك ابك تعلمني كيف اصير بطل، يعني جاي تمشط لي شعري؟ اوه شيت، والله صراحة ما لوم بكو اذا قام فصل عليه، بس ما يقدر، البطل مرة قوي. بس يا اخي حركات ترفع الضغط، ايش اللي تقعد تمشطه؟ الزبدة بعدين جابوا لنا كلام مهم جدا جدا الصراحة، كلام والمايت مع ذاك الشخص اللي صراحة ما أعرف اسمه. الزبدة قاعد يقول له والله في شيء مهم جاي أقوله لك ما أدري إيش. قالوا تذكر ذاك النوم اللي جبته لي؟ ترى سوينا له بعض التحليل حق النووي ونومه معاه 4 أحماض نووية. وبعدها قال نومه هو لا يستطيع الكلام، هو ما عنده ردات فعل أصلا. وبعدين جابوا له صورة قال هذا البلطجي. طبعا هذا اللي طالع قدامي في الترجمة، بحط لكم الترجمة، ما ادري الترجمة غلط ولا ايش، بس قالوا بلطجي. الزبدة انه هذا البلطجي هو نومه، وانه هذا حاط في جسمه 4 قدرات او 4 حمض نووي عشان يستوعب القدرات. هم ما قالوا عدد القدرات، لكن قالوا عدة قدرات داخل جسده. والمات قال هو بشري حقا، فالمات استغرب. بعدين قال اكيد انهم سووا شيء او سووا حركة عشان يخلون جسمه يستوعب هذا العدد من القدرات. فقال وكيف يمكنهم امتلاك عدد من القدرات؟ قال انت تحمل ون فورو وعشان كذا انت يمكن تكون فاهم. هنا انا الصراحة قلت اوه شيت، ايش الهرجة؟ ايش دروا المايت بهذا الهرجة؟ حتى اذا كانوا المايت حامل ون فورو، بس صراحة ما فهمت، صراحة انلحس مخي. بعدها المايت قال، بعدين هذا قاعد يتكلم يقول يمكن انه في شخص عنده قدرة يقدر يعطي الناس الثانيين قدرات. فهنا المات قال لا تخبرني. بعدين المات عصب وقال هذا الرجل بدأ يتحرك مرة ثانية، ما ادري مين يقصد صراحة، ما ادري. والمات لحس مخي. هذا اللي يحبه في الكاتب يا اخي، يعطيك اشياء كذا حماس وربي. فمتحمس عشان اعرف مين هذا الشخص اللي يوزع القدرات. اكيد انه من الشر، لكن مين هو ما ادري صراحة. بس اعتقد عندي اعتقاد بسيط انه رأسه من شعر او ذاك البطل اللي سبوا المات الجرح. ما ادري اذا هو ولا، لكن قدرته غريبة، يعطي الناس قدرات. اكيد انه مع الشر، بس مين هو صراحة ما ادري. بعدها شفنا صراحة شباب، حاب اقول لكم شيء، ستين ذي الحلقة كبر في عيني والله. شفنا يوم قاعد يهجم على ذاك اللي حاط يد على وجهه وطعنه، وجلد خويه ذاك، جلدهم باختصار كذا. وبعدها جابولنا ستين وهو فوق المدينة كذا يقول والله أنا عندي أهداف نبيلة ما أدري إيش، سأصلح هذه المدينة. يقول لقب البطل لا يعطى إلا لمن ينفعل إنجازات عظيمة. صراحة هذه المقولة هي مقولة الأسبوع، باختصار أفضل مقولة سمعتها يا رجل.
هذا اسطورة ستين، والله ما توقعت انه كذا صراحة. يعني اعطاهم زبد، يعني في سبك لازم اقتلهم، في اشخاص معاهم لقب البطل وهم كثيرون ولكن لا يستحقونه. يعني باختصار ستين هدفه نبيل صراحة. ستين هدفه انه يكون قاتل الابطال بهدف نبيل. فانت ترى ما يهم انت بطل انت شرير، انت ما تعجبني اقتلك. هذا طبعا عند الاشرار، لكن عند الابطال هو عنده هدف نبيل. الابطال ما ياخذ لقب البطل الا شخص يفعل انجازات عظيمه مثل اول مايت، مثل الابطال المشهورين. يعني عشان كذا هو قال انا ما بموت الا على يد اول مايت. فصراحه ستين والله كبر في عيني، والله صراحه واضح انه رهيب يا اخي، شخصيته جدا رهيبه. طبعا شباب بعدها جابوا لنا انه ميدوري قاعد يتدرب برضه مع جورنتيرن، وبعدين قال له جورنتيرن، اسف شو ضغط اسمه، اسف ضغط اسمه، الزبده قالوا يلا نروح نقاتل الاشرار. طبعا بعدها جابوا لنا كذا لقطه ليدا كان واضح انه حاقد، واضح حاقد بقوه وربي. طبعا بعدها كان ميدوريا وجرينتورن في القطار، وفجأة كذا جاء نومو سوالهم سبرايز. طبعا نسيت اقول لكم انه في اللقطة اللي قبلها طلعوا 3 نومو ما ادري 4، ما ادري كم عددهم، بس انتم متخيلين معي شباب المايت بالقوة واستخدم فوق 100% من طاقته وهزم 1 نومو. كيف ما بالك ب3 أو 4 نومو؟ صراحة مصيبة، والله مصيبة. فبعدها سوى لهم سبرايز نومو، وجاء جرينترن وهجم عليه وطيره. صراحة 4 نومو ما ادري كيف بيتعاملون معه. بعدها جابوا لنا ليدا كن راح قابل ستين، بعدين ستين زبط له قال طفل يرتدي بذلة، ابتعد عن هذا المكان، هذا المكان ليس مكان الاطفال. بعدها قال لك انه ليدا كنت على حق وانت اللي قتلت اخي. وبعدها قاعد يقول له إيغنيرو هذا هو اسم البطل الذي سيقتلك او سيهزمك. قال له سوكا شيني، يعني فهمت موت. باختصار يعني صراحة الشخص هذا رهيب. ما ادري اذا بيقتل ليدا كون في الحلقة الجاية، ما بيقتل، ما ادري صراحة. بس التعليق النهاية يعني كانت وسخ صراحة، نهاية تقهر. بس متحمس للحلقة الجاية الصراحة. يعني اعطونا رايكم في التعليقات، وش رايكم بستين؟ تشوفونه كبر في عينكم ولا الان شرير ما ادري؟ بس انا صراحة كبر في عيني. نشوفكم المقطع الجاي، سلام.